تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم من الفضائية الإرسية، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين. الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري في عصب على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر. تقييم أنشطة جمعية الإعاقة الذهنية في عنسبة. عقد سيمينار عن جودة ونظافة المؤسسات في دبروة. قادة اندونيسيا والبرازيل والأردن يطالبون بوقف حرب غزة. اجتماع بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء لقيادة الأمم المتحدة. المستشار الألماني يعرب عن اعتزامه مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال ب14 من نوفمبر اليوم العالمي للسكري في مدينة عاصب على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر تحت شعار تعزيز الصحة العالمية. وقال مسؤول فرع الصحة السيد محمد أنور إن هذا اليوم هو يوم التعرف على الأضرار التي يسببها مرض السكري في حياتنا اليومية واقتصادنا، لافتا إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بعواقبه. ونصح السيد محمد المواطنين باتخاذ مبادرات تطوعية لإجراء فحوصات موسمية منتظمة للتأكد من حالتهم الصحية. وقال رئيس فرع الجمعية الوطنية للسكري تسفى لمتكن إن مرض السكري يعد أحد التحديات الصحية العالمية الرئيسية، وحث المجتمع على رفع مستوى الوعي وتنفيذ النصائح المقدمة من المتخصصين. وبهذه المناسبة ألقيت محاضرات من قبل المختصين الصحيين حول مرض السكري وأنواعه وأعراضه وعواقبه والاحتياطات الواجب اتخاذها. وأخيرا حث مسؤول الخدمات الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حمد علي سيرو المواطنين، حثهم على التركيز على الوقاية لأن الوقاية خير من العلاج. يذكر بأنه تم الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري للمرة 24 على مستوى البلاد في أسمر في 12 من نوفمبر الجاري. قيم الاجتماع الذي عقد في إقليم عنسبة خلال 10 من نوفمبر ارتفاع الوعي المجتمعي حول الإعاقة الذهنية نتيجة أنشطة التوعية. واستعرض الاجتماع الأنشطة التي تم تنفيذها على مستوى الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين تم تأهيلهم بالماشية، بينما لم يكن الوضع بالمستوى المأمول للذين تأهلوا بطواحين القلال والمحلات التجارية وتربية الدواجن. وأفاد التقرير المقدم بوجود 84 طالبا من ذوي الإعاقة الذهنية يدرسون في مدارس كرن وحقات. وقال رئيس الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا المقدم برهان بخرسين إن الوعي المتزايد للمجتمع يتم تقييمه بشكل إيجابي من خلال جهود أعضاء الجمعية ودعم الشركاء. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة العقيد تسفاسيون قرماي إن رعاية المعاقين بشكل عام والمعاقين ذهنيا بشكل خاص ليست مسؤولية تقع على عاتق الجمعية والحكومة فقط، ويجب على جميع الجهات المساهمة. واقترح المشاركون إجراء دراسات وافية حول عملية التأهيل، ويجب أن يراعي مكتب الجمعية بنية تحتية تأخذ في الاعتبار جميع أنواع الإعاقات. وانتخب الاجتماع لجنة تنفيذية للسنوات الأربع القادمة. نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي سيمينارا لأكثر من 300 من عمال المؤسسات الحكومية والجبهة والاتحادات الوطنية في مديرية الدبروة حول أهمية جودة ونظافة المؤسسات. هدف السيمينار الارتقاء بوعي العمال وتقديم خدمات جيدة. وتضمن السيمينار الذي حاضره المدير العام لقسم البناء والتنمية في الإقليم الجنوبي السيد جابرو هايلي أهمية احترام الوقت وحفظ الوثائق والمعلومات الداخلية وجودة العمل الإداري في الخدمات المقدمة. من جانبها دعا السكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمتي نجوسي دعت جميع العمال إلى العمل في جودة ونظافة المؤسسات وضمان تقديم خدمات جيدة.
تقوم الكونفدرالية الوطنية للعمال بعقد ندوات في جميع المناطق تهدف إلى فتح منتديات للنقاش لعمالها، وقد تم بالفعل عقد الندوات التي بدأت في سبتمبر الماضي وتم تقييمها بشكل مستمر في أقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر والجنوبي، وعن سبب مشاركة أكثر من 6000 موظف من 91 مؤسسة وفقا للعلاقات العامة للمجلس الأعلى للكونفدرالية. وستركز الندوات على تاريخ الثورة الصناعية والتطور التأملي للمنظمات والنقابات العمالية وأصول العامل الإريتري الحديث ومساهمة العمال الإريتريين في رحلة إريتريا السياسية والمسلحة والتنموية، وكذا تاريخ النقابات الوطنية الإريترية ومساهمتها في إنجاح الثورة ودور الكونفدرالية في نجاح برامج التنمية وبناء القدرات المهنية للعمال والتصدي. وقد أثيرت ونوقشت خلال الندوات القضايا المتعلقة بالسلامة والصحة والتنظيم وقانون العمل والتدريب المهني ورعاية العاملات للأطفال وغيرها. وأعرب المشاركون عن رضاهم بمهمة إنشاء منتديات مفتوحة للنقاش بين الكونفدرالية وأصحاب العمل والموظفين وحثوا على استمراريتها. هذا وستستمر الندوات في باقي مناطق القشبركة وجنوب البحر الأحمر حتى ديسمبر المقبل. أفاد المزارعون النموذجيون أن تنمية البساتين في ضاحية بويا ظلت تحقق نتائج مشجعة. وقال سيد آدم سليمان المزارع النموذجي الذي بدأ نشاطه عام 1998 بمبادرة ذاتية إنه يحاول زيادة إنتاجه وتحسين معيشته من خلال زراعة الخضر والفاكهة. وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه الكثير من المعرفة في البداية، إلا أنه قال إنه وصل إلى هذا المستوى من خلال جهوده الشخصية وأخلاقيات العمل، مشيرا إلى أن الخضروات والفواكه التي ينميها في مساحة هكتار واحد كان لها تأثير جيد على المنطقة. وفي الختام حث المزارع آدم سليمان الجهات المعنية بشكل عام وخبراء الزراعة بشكل خاص على دعمه ومتابعته لتطوير بستانه عن كثب بشكل علمي. إدارة منطقة بويا التي تقع ضمن مديرية قلعلو تضم بلدات أبعى وبويا ووتن وعليدي. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. نشهد الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو نظيره الأمريكي جو بايدن فعل المزيد لوقف الحرب في غزة، بينما قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه لم يرى مثل ما يجري في غزة من عنف وحشي، في حين رفض ملك الأردن عبد الله الثاني احتلال أي جزء من القطاع. وألقت الحرب الإسرائيلية على غزة بظلالها على القمة الأمريكية الأندونيسية التي كان من المفترض أن تعزز التعاون بين واشنطن وجاكرتا في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض توطيد تحالفاته في مواجهة الصين. وبدوره اتهم لولا دا سيلفا إسرائيل بقتل أبرياء من دون أي معيار في قطاع غزة، مؤكدا أن ردها لا يقل خطورة عن الهجوم الذي شنته عليها حماس في 7 أكتوبر الماضي. ودخلت الحرب على غزة يومها 39 باستمرار القصف الإسرائيلي المدمر المتزامن مع عملية برية تجري في شمال القطاع. هذا ولم يتغير الوضع المأساوي في غزة، بل زاد سوءا، فالمعارك العنيفة مستمرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس حول مجمع مستشفى الشفاء الأكبر في غزة ومناطق أخرى شمال القطاع. رحبت كوريا الجنوبية بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي حضرت اجتماعا لوزراء الدفاع وممثلي 17 دولة تشكل قيادة الأمم المتحدة التي تشرف على هدنة الحرب الكورية. وقوات الأمم المتحدة هي مجموعة من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وتركيا التي أرسلت قوات أو ساهمت في الدعم الطبي خلال الحرب الكورية. هذا وفي سياق متصل قامت القوات البحرية الكورية الجنوبية ومدمرة رافائيل بيرالتا التابعة للقوات البحرية الأمريكية بتدريبات بحرية مشتركة في البحر الشرقي.
الخبر الأخير في هذه النشرة: أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن استعداده وعزمه على مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعن إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. قال شولتز إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تتطلب خطوة حاسمة من جانب روسيا، وهذا يعني انسحاب القوات. وفي 8 من نوفمبر دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي نفس السياق صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه قد يأتي يوما ما وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا. وقال ماكرون في تصريح لقناة BBC البريطانية إن الوقت قد يحين لمفاوضات نزيهة وجيدة وللعودة إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل مع روسيا. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا الأكارم، إليكم أبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري في عصب على مستوى اقليم جنوب البحر الأحمر. تقييم أنشطة جمعية الإعاقة الذهنية في عنسبة. عقد سيمينار عن جودة ونظافة المؤسسات في دبروة. قادة إندونيسيا والبرازيل والأردن يطالبون بوقف حرب غزة. اجتماع بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء لقيادة الأمم المتحدة. والمستشار الألماني يعرب عن اعتزامه مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.